قبل ما نبدأ، جهز شنطتك عشان هنسافر في آلة الزمن للمستقبل القريب لسنة 2035 في رحلة هي من أمتع رحلات حياتك. جاهز؟ رجاء ربط الأحزمة، السفينة تستعد للانطلاق. احنا في ليالي احد ايام نوفمبر لسنة 2035. الجو برد جدا على اطراف الكرة الارضية، وتحديدا في احد الغرف الملكية بفندق غراند تريمستو ببحيرة كومو بايطاليا. بيحصل اجتماع سري للغاية بين خبراء الموضة والفاشن، وبعد نقاشات ودراسات واراء مختلفة اعلنوا عن خبر هو الاخطر في التاريخ الحديث. اخيرا اجمعوا انه سيتم انتاج جيب رجالي، ولكن بباترن مختلف للتمييز بين الذكر والانثى. ايوه، زي ما سمعت، جيب رجالي. بالتعاون بين شركه ديور وشركه فيرزاتشي بيتم اختيار سحراء دوله الامارات العربيه المتحده كاول دوله عربيه سيتم فيها افتتاح اول حدث عالمي ضخم لاكبر ديفيليه رجالي في التاريخ، بحضور الاسطوره العالميه ويل سميث، والجميله رايا ابي راشد، وفنان الراب المصري العالمي ويجز. بعدها بيظهر الهضبه عمرو دياب بالالبوم الجديد بتاعه تعالي جنبي، وطلع باللوك الجامد، شعر اخضر وتيشيرت كارو ابيض مع جيبه رجالي سودا ماركه شانيل. الالبوم ضرب كالعاده، والجيبه انتشرت في كل انحاء المحروسه. في وسط الاحتفالات دي بتتجاهل عرض بيظهر لك على فيسبوك: اشتري تيشيرتين وخد جيبه عمرو دياب الجديده هديه. ماشي في الشارع وسط الدوشه والصخب ومحدد طريقك قهوه ليالينا، بيلفت انتباهك صاحبك المطرقع لابس الجيبه الجديده ماركه جاك اند جونز، وفعلا في عقلك الباطن بتستحسنها، شيك وبتظبط اللبس. فجاه بترجع للعرض اللي شفته على فيسبوك، وهوب، مبروك يا معلم، البس الجيبه الجديده، اهلا بك في نادي المغفلين. هو ده نفس السيناريو بالظبط اللي حصل من 30 سنة عشان تقتنع بالبنطلون المقطع ويبقى ده الطبيعي. لو حصل واهل الماضي بص على المستقبل اللي احنا عايشينه وشافوا طريقة اللبس، هيفتكروا ان ده نوع من انواع الخيال العلمي او حلقة تطويرية مفقودة فاتت على عباقرة عصور التمييز. اختلفت الروايات في اختراع الجنس المقطوع. في رواية بتقول إن اللي اخترع الجنس المقطوع مصممة فرنسية غريبة الأطوار تدعى ميشيل لين، مشهورة بلبسها المريب وأسنانها الذهبية المرعبة وأنامل سودا بلون الحب، وحبها للموسيقى الشيطانية والمخدرات، فضلا عن كلابها السلجوقية وهوسها الشديد بالفن المسؤول. اما الرواية الاقرب للحقيقة ان الجنس المقطوع ده يعود الى حركة تسمى بانك روك في اواخر السبعينات. دول مجموعة من الشباب المتمرد رافضين لأي نوع من أنواع القيود الدينية أو الأعراف الاجتماعية، مشهورين بالموسيقى الصاخبة والعدوانية الشديدة للأهل والوطن. بيتجهوا دايما لأعمال التخريب، فبدأوا يقطعوا بنطلوناتهم للتعبير عن الغضب والثورة على النفس. ومن هنا قرروا أهل الموضة إنهم يتبنوا الفكرة وتكون عرف طبيعي بصناعة الجنس، فاستخدموا المشاهير العالميين في الوقت ده للترويج عن فكرتهم المجنونة، أشهرهم طبعا مادونا. لو رجعت بالزمن ورا شويه، وتحديدا اوائل النص الثاني من القرن اللي فات، اللي بيعتبر العصر الذهبي لرقي الموضه والفاشون، وقارنت بين رقه فستان فاتن حمامه ورجوله احمد مظهر ووقار كمال الشناوي وشياكه عمر الشريف وبين فنانين الساحه دلوقتي، هتعرف للاسف ان الذوق المصري انحدر ومعايير الجمال اتشوهت. ولو ربنا كرمك وورثت جاكيت من جدك او فستان قديم من والدتك، هتحن للزمن ده وتحلم بانك تكون من معاصريه. وده على فكره بينعكس على الفن بصوره كبيره. تلاقي الصناعيه والفلاحين في الوقت ده بيغنوا مضناقه لعبد الوهاب ورباعيات الخيام لام كلثوم. من اهم قوانين البديع في خلقه للكون ان البساطه هي كل الجمال. عشان كده لو بصينا بصوره اعمق شويه للطبيعه، هتلاقي في تناسق تام وتوازن مثالي في درجات لون السماء مع البحر، النيل مع الخضرة، الطير مع الشجر، في لوحة فنية بديعة يسودها البساطة والجمال، يجبر قلبك يسجد للرحمن بخشوع وإعجاب بص بالبلدي كده، كل لما تكلكع وتطبع وتطبع وتقطع وتقطع وتمشي ورا الموضة وانت حاطط غشاوة على عينك، كل لما تحيد عن المفهوم الأساسي لللبس، الستر والزينة.
زي النغمة النشاز في مقطع موسيقي ممتع لبيتهوفن، أو قهوة اتدلقت عشان تشوه لوحة فنية لمايكل أنجلو. فين العقل والمنطق اللي بيقول إنك تلبس بنطلون بالي متقطع تحت أي مسمى، روشنة كانت أو موضة؟ إزاي تكون آلة تحركها عقول المسوقين وتدفع فلوسك في حاجة مقطوعة تشوه منظرك؟ هتكون قدوة ازاي لابنك في المستقبل القريب بعد ما ترند الموضة ده ينتهي ويقلد موضة عصره؟ ممكن تلاقيه داخل عليه بجيبر كده. بما ان دي اول حلقة لينا، فانا عارف ان كلامي ممكن يضايق ناس كتير، وخصوصا اللي مهتمين باللبس ده، وكمان ده مش مصلحتنا، ولكن ده حق ولازم يتقال. وزي ما قال نجم: مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر، اما المديح سهل ومريح يخدع لكن بيضر، والكلمة دي من غير ايدين بس الوفا على الحر.